أكثر من 230 شهيد قدمتهم ثورة الكرامة المباركة. وكان نصيب دار شعبان الفهري شهيدين، وائل بن سالم وفاطمة الشربي. وائل خليل وفاطمة الشربي. علاش قلت بن سالم؟ لأن عندنا شهيد حركة النهضة وهو محمد بن سالم الذي قضى يعني في 2005 إثر خروجه من السجن، لكنه تعرض للهرسلة وللمضايقة وللمراقبة في الليل وفي النهار وفي الصباح، وعلى ناره لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. خونا محمد بن سالم لم يستطع أن يهضم تلك المظلمة الكبيرة، فأصيب باكتئاب حاد أدى إلى وفاته، وهو نحتسبه شهيدا عند ربنا سبحانه وتعالى. هذا علاش يقالكم بزوم بين وائل خليل ومحمد بن سالم. أوفياء لدماء الشهداء، أوفياء لدماء الشهداء، أوفياء لدماء الشهداء، أوفياء لدماء الشهداء. السلام عليكم. نرحب بكم بدار شعبان الفهري والشهيد وائل خليل. لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله. تقدم الهدية الرمزية، هي هدية رمزية لأنه الشهيد نال تكريمه من المولى سبحانه وتعالى وسبقنا إلى جنات الفردوس. نسأل الله أن يلحقنا به، فهو فاز بها والله يعلم احنا وين نكونوا. وهذا تكريم رمزي يسلمه الدكتور عبد اللطيف المكي لعائلة وائل خليل شهيد دار شعبان الفهري في ثورة الكرامة المباركة.